أنا كل يوم وأنا راجعة من الدرس بحب أعدي على مطعم جنب البيت بجيب منه أكل قبل ما أروح عشان ببقى جعانة قوي، وكل مرة أخويا يلاقيني جايبة أكل يقول لي هو أنت ما جبتليش معاكي ليه؟ فأقول له الفلوس ما كفتش بس هعمل حسابك المرة الجاية. بس النهاردة لما جبت الأكل لقيته تقريبا حمضان أو بايظ، وكنت هنزل أرجعه لصاحب المطعم بس بصراحة كسلت وقلت مصلحة، ما أخويا كده كده هيجي دلوقتي يقول لي ما جبتليش أكل معاكي ليه؟ فقلت مش هاكل واستنيت لحد ما أخويا جه. بس المرة دي بقى مسكت فيه وقلت له أنا إزاي أخت جحدة كده ومش بجيب لك اكل معايا؟ طب اقول لك حاجه، انا مش هاكل الاكل ده خلاص، انا حلفت. الواد يا عيني فرح وخد الاكل ودخل اوضته. المهم لو ظهر لك اسم سيدنا محمد اعمل اعجاب وصلي عليه في التعليقات. بس 5 دقايق بالظبط ولقيته راجع تاني بشنطه الاكل وهو متضايق وبيقول لي فعلا والله ما بقاش في حد عنده ضمير، ازاي الراجل حاطط رغيف عيش واحد مع الاكل؟ انا ما شبعتش وهنزل اجيب تاني، اجيب لك معايا؟ قلت له تسلم يا حبيب اختك بالهنا والشفا. وهو ده يا جماعه اخويا باختصار. حد عنده اخ زي ده ولا انا لوحدي؟